يا مساء الخير، مساء البهجة والفرحة على كل مشاهدينا. حلقة جديدة ومن يجدها يا رب دايما في أحسن حال وأحسن صحة. دايما بنكون سعداء لما لقائنا بيتجدد مع حضراتكم. أما دلوقتي هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وأكيد كتير مننا بيحتاج إن هو من وقت للتاني يعرف عنه بعض المعلومات. أنا دلوقتي لسه جايب شقة، عريس جديد ومع جايب شقة مش عارف أبتدي إزاي، أو إحنا موجودين في مكان هنعزل ونروح مكان تاني. طب أنا عايزة أوضب شقتي، أعمل إيه، أتصرف إزاي؟ فالنهارده الحقيقه هنتكلم عن مهندس الديكور، ازاي اختار مهندس الديكور، اكون عارفه ان المهندس ده هو اللي هيقدم لي كل التصميمات وهيستغل كل المساحات المناسبه. كمان ازاي اختار شركه التشطيبات اللي هتكون موجوده معايا، الخامات اللي هي بتستخدمها، الكابلات اللي هي بتوزع بيها الكهرباء على الشقه. الحقيقه موضوع مهم جدا، هنعرف النهارده كل تفاصيله، واللي بيشرفنا دايما بالاجابه على كل اسئلتنا وبيدينا النصايح الغاليه مهندس ابانوب مجدي، مهندس ديكور. برحب بيك. اهلا بحضرتك، منورنا في من يجدها، وبكون سعيده لما بتكون موجود معانا. ربنا يخليك، وانا كمان بكون سعيد ومبسوط بوجودي في الحلقه. طيب خلينا بقى نتكلم كده ببساطه. كتير مننا بيشتري شقق وبيبقى عنده مساحات مش عارف يستغلها ازاي. انا جبت الشقه، الحقيقه الشقه هي كبيره بس فيها مساحات انا مش عارف استغلها، واوقات الشقق بتبقى صغيره فمحتاجين نستغل كل سنتي فيها او كل شبر فيها عشان خاطر تتقسم صح. ازاي اختار مهندس الديكور اللي هيقدر يوفر لي كل الكلام ده؟ تمام. هو في المشكله اللي واجهتنا بالاخص في الايام اللي احنا فيها ان بقى في مقاولين دخلوا مجال التشطيب. في كمان مهم برضو ان الكلاينت يعرف ان اللي هيشطب لي ده او اللي انا هديله مفاتيح شقتي وهديله مبلغ كبير مش صغير انه يكون مهندس ديكور. ليه؟ زي ما حضرتك لسه قايله دلوقتي، مهندس الديكور بيعرف يستغل المساحه. تمام. دارس يعني ايه الطرز، الكلاسيك، المودرن، البوهيمي، الاندستري. فدي كل الحاجات دي بيبقى دارسها مهندس الديكور. انما في السوق دلوقتي، وده اللي احنا بننور بيه الكلاينت او المشاهد معانا، هو ان انت لما تيجي تختار مهندس يشطب لك لازم تعرف ان هو مهندس ديكور. طب اعرف كده ازاي؟ يعني إيه ادور على ايه، او اسال فين، او اخش مثلا على الفيسبوك او على مواقع التواصل الاجتماعي؟ اسال ازاي او اعمل البحث بتاعي ازاي؟ هو الاغلب بيبقى على الفيسبوك، بتبقى في شركات كتيره بتعرض شغلها. مهم طبعا ان هو يبقى مهندس ديكور. طب اعرف ازاي؟ ان انا اساله، ان انا اعرف من خلال مراحل التشطيب بتاعته، من خلال ان هو بيتكلم. مثلا انا عندي حيطه معينه، هل هيعرف يقول فيها اتزان متماثل واتزان غير متماثل؟ هل هيعرف يقول علم الارجونومكس وعلم الانتروبومتري؟ لان الاثنين دول بيدرسهم مهندس الديكور. علم الارجونومكس والانتروبومتري اللي هو زي ما قلت لحضرتك بيدرسه مهندس الديكور، ده بيبقى عارف ان عرض كتف الانسان يتراوح ما بين ال50 لحد ال55 واحيانا ال60 وال70 كمان. تمام. فما ينفعش الكابينت شاور تبقى اقل من كده. لكن مهندس المدني بيبقى تخصصه اكتر في الخرسانه. أيوة. الخرسانه والاعمده، القواعد المسلحه او اللبشه المسلحه، الحديد، الكنات، الاشاير. لكن لما بيدخل مجال التشطيب بيبقى واخده اكتر كبزنس. تمام. ما بيعرفش يدي الابداع او الكرياتيفيتي اللي بيعملها مهندس الديكور. وده اللي بيخلينا نشوف حاجات كده معينه بتطلع كل فتره كده على الفيسبوك. طب ازاي يعني مثلا لو تواليت معمول هتلاقي، طب هقعد ازاي؟ هقعد كده ولا هقعد كده، او هستخدم الحوض كده ولا طب اعمل ده ولا اعمل ده، اقفل الباب ازاي؟ يعني بنشوف فعلا من فتره للتانيه حاجات بيقول يعني كله بيستغرب ازاي استخدمها او ازاي اعملها. ده الفرق ما بين مهندس الديكور والمقاول. طبعا دي حقيقه. هو مهندس الديكور زي ما قلت لحضرتك بيعمل لايف ستايل للشخص اللي هيبقى عايش داخل الفراغ ده. تمام. ان كان شقه او فيلا او دوبلكس. فمهم جدا وحضرتك بتختار شركه تشطيبات تعرف الاول اللي هيعمل لي الشقه او الفيلا او الدوبلكس بتاعتي دي هو مهندس ديكور دارس تصميم داخلي، دارس الباليت كولر، الماتشنج ما بين السقف بالحوائط بالارضيه، البورسلين ولا السيراميك القطع ليزر، طب طريقه التركيب. كل هذه عوامل تخص مهندس الديكور، مش المدني او حد تاني غير او مثلا مقاول ما يعرفش يعني ايه التشطيب بشكل عام، ولا ان هو يبتدي
يعمل ديكور في مساحه باد اريا معينه، فيبتدي يعمل ليها شكل جمالي ويظهرها بطريقه حلوه. دي لعبه وفكره مهندس الديكور. طب انا لو بتكلم مع مهندس ابانوب واحنا دلوقتي قاعدين وانا كلاينت، اول حاجه بتسالها للعميل هل بتعرف منه ذوقه؟ عايز يبقى ايه المتوفر موجود عنده في الشقه او في البيت او في الفيلا، ايا كان الحاجه اللي انت بتشطبها له، ايه الديزاين او ايه الستايل اللي هيعمل عليه الشقه؟ يعني بتقعد وتتكلم معاه وتعرف طبعاً ايه الاذواق اللي حابين مهم يكونوا جدا فيها. اكيد في المعاينه بنبتدي ان احنا نتناقش، نعرف هو بيحب الوان ايه، لان بنستخدمها في القانون بتاعنا اللي هو ال 30 60 10، اللي هو ال 30% اللون المكمل، ال 60 اللون السائد اللي هو لون الحوائط، ال 30 اللي هو لون السقف، ال 60 لون الحوائط، ال 10% اللي هو الذوق بتاع الكلاينت، هو بيحب اللون مثلا البلاك فبنبتدي نستخدمها في الاكسسوارز وهكذا. فطبعا مهم جدا، ومهم اعرف ان هو عنده كم ولد وكم بنت، والمكان عامل ازاي، وبيحب الاوبن كيتشن ولا الامريكان كيتشن ولا الكلوز كيتشن، كل هذه والاجهزه علشان توزيع الاحمال زي ما حضرتك قلت في الكهرباء. فطبعا مهم جدا مهندس الديكور وانت بتختاره لازم يسال حضرتك الاسئله دي، الاعمار اللي موجوده. ما انا ما ينفعش اعمل اشطب مثلا غرفه لغرفه بنوته وهي طفله صغيره، ما هتكبر، فلازم برضه ابقى باصص لقدام بعد كده. صحيح. بس كده. اوقات بنشوف مهندسين الديكور بيطلعوا حاجات ما كانش الكلاينت اصلا قادر يعني يفصل كلام وهو بيقوله له. يعني مثلا انت عملت حاجه انا كان نفسي فيها بس ما كنتش عارف اقولها لك. يعني انت بتشوف الرؤيه الداخليه صحيح. للشخص نفسه وانت بتفصل الحاجه دي للكلاينت او للعميل. هي دي بقى يعني أهمية مهندس الديكور لما يبقى دارس تصميم داخلي، عارف يستخدم الخامات، عارف يستخدم احتياج الكلاينت، وأهم نقطة بقى إنه عارف يوظف الفلوس داخل المنشأة بتاعته، داخل الشقة أو الفيلا أو الدوبلكس. موضوع الفلوس ده موضوع كبير، ده احنا هنتكلم عنه، بس خلينا دلوقتي، هل مهندس الديكور هو اللي بيساعدني في اختيار شركة التشطيبات؟ هل مثلا بيبقى في شركة معينة هو بيحب يتعامل معاها أو ممكن ينصحني، ولا أنا لو أنا عايزة أجيب شركة تشطب مع المهندس الديكور الحاجات بقى اللي هو قال لي عليها والتعليمات والكلام ده كله، أختار الشركة إزاي أو أعمل إيه عشان أجيب شركة بحقه حقيقي والماتيريال بتاعتها زي ما كنا بنتكلم تكون ماتيريال مضمونة، سواء بقى في الكهرباء أو أي حاجة يعملوها في الشقة؟ حضرتك سألت سؤال يعني صعب جدا انك تلاقي فيديو بيتكلم في الحتة دي، ودي الهدية اللي احنا بنقدمها في البرنامج لمشاهدينا. انك تختار شركة تشطيبات ده امر صعب وكبير جدا. صح. نصيحتي انك لما تيجي تختار شركة تشطيبات مهم جدا ادخل على شغلها وعلى صفحتها، اشوف مراحل التأسيس ويصورها. احنا في 2026 مهم جدا ان كله دلوقتي بقى بيصور شغله. صحيح. مهم جدا ادخل لان دي فلوس بتدفع. طب. ودي حاجه انا هفضل عايش فيها طول عمري، لو اتعملت غلط هتعمل لي مشكله وغير الفلوس اللي اتصرفت على الفاضي. فمهم جدا طبعا ادخل اشوف التاسيسات بتاعتهم، وما استكفاش بالتاسيسات، التاسيس وبعد كده التشطيب وذوقهم في الكواليتي اللي بيقدموه، اقتصادي ولا VIP ولا الترا سوبر لوكس. دي بترجع لباشمهندس الديكور انه بيعرف يستخدم البادجت في صالح الاحتياج بتاع الكلاينت، زائد انه يظهرها بطريقه حلوه جدا وجميله. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ودي اهمهم، ان رحله التشطيب هي رحله من بدايه طوب احمر او محاره لحد التسليم على المفتاح. بالظبط. مهم جدا جدا وانت بتختار بين قوسين شركه تشطيبات لازم تشوف راي الكلاينت اللي قبلك. هل الشركه دي كانت مهتميه انها تصور راي الكلاينت بعد ما خلص تشطيب ولا لا؟ ليه بقى؟ لان حضرتك اخترت شركه تشطيبات وجبت باشمهندس، لو ما كملتوش مع بعض وحصل خلاف مش هتبتدي ان انت تصور الراي او ان هو يصور راي الكلاينت. فمهم جدا انك لما تيجي تشوف شركه تشطيبات تشوف الشركه دي بتصور راي الكلاينت. طب والكلاينت قال ايه عن الشركه دي؟ قال انها امينه ولا لا؟ استخدمت خامات مظبوطه ولا لا؟ مروا برحله تشطيبات كويسه وحلوه جدا ولا لا؟ دي مهم جدا. هي انا كنت هسالك وانت بتقولي خشي على الفيديوهات واتفرجي وشوفي التشطيبات بتاعتهم عامله ازاي او الخامات اللي بيستخدموها، كنت هقول لك انا هعرف منين؟ انا برضو مهما كان انا ولا مهندس ولا بفهم في التشطيبات، لكن النقطه الاخيره اللي انت قلتها ان هي رحله، وشوف من البدايه وشوف راي العميل اللي هم شطبوا له قبل كده كان رايه ايه، كان ايجابي ولا كان سلبي. ده اكيد هيفرق جدا، وهو ده بقى المفتاح ان انا اختار الشركه الصح. يعني بالظبط. هو في كمان حاجه مهمه جدا، بان الكلاينت
بيثق في راي الكلاينت اللي زيه. ليه؟ لان دلوقتي حضرتك كلمت شركه تشطيبات وقلت له انا عندي شقه او الفيلا او الدوبلكس بتاعتي وعايز اشطبها، لو هو تعبك ما كانش قد الثقه، ما كانش امين، وكلمه امين نحط تحتها 30 خط طبعا، ما كانش قد الثقه اللي انا اديها له وادي له فلوسي، ما انا ما اعرفش برضه في التشطيب، هو ادرى مني واحسن مني خبره ان هو يعرف حاجه زي كده، وامين. لو ما كانش هو متوفره فيه كل ده وانا لمستها كصاحب شقه او كصاحب فيلا، مش هقف معاه واعمل فيديو علشان خاطر دي امانه برضه، هاسال على رايي ده لان هضل غيري لو هو وحش. بالعكس اقول له لا مش هصور فيديو. وبتحصل كتير، تلاقي في باشمهندسين بيدخل انا بشطب وبعمل وبيعمل فيديوهات جميله جدا، يجي ينزل في فيلا يجي ياسس ما يعرفش يوزع احمال مظبوطه، ما يعرفش ياسس سباكه مظبوطه، تحصل مشاكل يقول خلاص مش هيكمل. صاحب الفيلا طبعا يقول له لا مش هكمل خلاص، انتوا يعني مش قد الثقه طبعا وما ينفعش ان انتوا تشطبوا لي او تكملوا، فبيفسخوا العقد. صح. ده بسبب ايه؟ بسبب ان لا كان باشمهندس فاهم، واكيد مش باشمهندس ديكور، ده حد مقاول حب مجال التشطيب او دخل في مجال التشطيب ولا اكتر ولا اقل. لان لو مهندس ديكور شاطر هيمر بالرحله دي كلها وبعد كده ياخد راي الكلاينت، واكيد طبعا هيقول في حقه الكلام المظبوط. وفي فعلا اوقات مقاولين او ناس بيبقوا كانوا الاول اصلا مثلا كان نقاش او بيعمل شغل معين، فتح بيسموه دولاب يعني، او بقى عنده كذا حد بيتعامل معاه، فبقى هو المهندس وبقى هو اللي بيجيب الناس. وتلاقينا هنا بنوصل في حته صعبه جدا، يعني اما انا قلت خلاص انا مش هجيب مهندس ديكور وهعتمد على الشخص ده اسعاره مهوده شويه وهيظبط لي الدنيا، وقال لي هيعمل لي حاجات كتير وهدايا بقى، هتلاقي يقول له ايه رايك لو عملت لك الجبسون بورد مثلا في الحته دي، ده هديه مننا والحاجات دي. وبنكتشف ان احنا بعد فتره من الفترات كل حاجه بايظه، ولا الحاجات اللي احنا طلبناها معموله، ولا الكهرباء متوزعه صح، ولا الاسلاك لو حصل اي مشكله او اي قفله نجيب كهربائي من بره يقول لك هو فين اصل السلك ده، ولا ده كان ماشي ازاي، ولا رايح فين، ولا نيجي مهندس الدش او اللي هيركب لنا الريسيفر يعني، والحاجات دي كلها مش لاقي اصلا اصل السلك اللي هيركب فيه الريسيفر. فبنلاقي مشاكل كتير بتطلع بسبب ان انا ما اخترتش الشخص الصح اللي ياسس لي الشقه. هو حضرتك يعني سالت سؤال بيدور في ذهن الناس اللي عندهم شقق او فيلا او دوبلكس وعايزين يشطبوها. هو فعلا للاسف وبيلعبوا على احتياج الكلاينت، يقول له احنا هنعمل لك التصميم فري، هنعمل لك الشغل مش عارف ايه كذا. مفيش حاجه رخيصه محترمه، الغالي ثمنه فيه. هو مش هيدفع من جيبه اكيد بالظبط يعني. بس هو بيجيب رجله وفي الاخر للاسف بيجوا لحد نقطه معينه ما بيكملش، ولو كمل الشغل بيبقى الكواليتي بتاعه ضعيف. صحيح. البورسلين والسيراميك قطع ليزر الاثنين زي بعض، ولكن يختلف. ده ظهريته معموله بخامات ومعالجه معينه ولازم يركب بماده. السيراميك ده حاجه فخاريه فلازم تركب بمونه. ما ينفعش اقول يعني الاسمنت زي الماده، لا دي اغلى. ما ينفعش اقول الكواليتي دي زي دي، لا طبعا دي لمعتها اعلى من دي. فكلها دي عوامل بتقول ان الخامه عامله ايه. لما اجي انا اقول او هبتدي ان انا اماركت واقول للكلاينت لا ده انا ممكن نعمل لك الجيبسون بورد فلات، طب ما اكيد مش هيعمل الجيبسون بورد الكناوي الاصلي. اكيد هيجيب اردأ نوع. اكيد هيعمل الصاج مش اقل طبعا من 4/10. ما ينفعش يدفع اكتر من كده. وما فيش باشمهندس هيطلع يقول اديك فري كذا وكذا وكذا وطالع يخسر او هيدفع من جيبه، اكيد لا. فمهم جدا ان الكلاينت يبقى ناصح في الحته دي، يعرف يختار شركه التشطيبات او باشمهندس الديكور، لان ده قراره هو اللي هيسال عليه بعد كده. يا اما يقول انا اخترت صح وفعلا ربنا وفقني في الحته دي، او انا اخترت غلط وهيندم، وللاسف الندم بيبقى اكيد مش حلو طبعا. طيب تعالى بقى نتكلم في نقطه تانية، وانا بصراحه ضدها، يعني انا مش مع النقطه دي، لكن في كتير قوي مثلا ممكن عميل يبقى ناصح شويه يقول لك وانا اروح اجيب ليه شركه تشطيبات واروح اجيب مهندس ليه وياخدوا فلوس مني؟ طب ما انا اعتمد على نفسي، ما فلان الفلاني راح له كهربائي زي الفل اجيبه عندي، وما اعرفش مين راح له ايه سباك هجيبه انا عندي. وفجأة يقعد يجمع ويلاقي نفسه ان هو في الاول وفي الاخر لو كان جايب شركة وجاب مهندس وعمل له المساحات وحط له الخطة اللي هيمشوا عليها، كان دفع ده يمكن كمان يكون نص الثمن اللي كان هيدفعه او دفعه بالفعل بعد ما هو اعتمد على نفسه وجاب ناس بقى، وكل واحد بيوم يعني لا انا مش هقدر اجي النهارده اصل الصنايعية ما جوش، اصلي وتلاقي نفسك وقت ومجهود وفلوس ومصاريف غير طبيعيه، مع انك كنت ممكن تختصر كل ده مع مهندس ديكور شاطر وشركه تشطيبات ممتازه يعني. صحيح. هو
حضرتك كلامك صح جدا. في فعلا كلاينت يقول انا طب واجيب ليه مهندس ديكور، ما هياخد مني نسبه اشراف او هياخد مني فلوس كذا، انا اولى بيها. أيوة. طبعا غلط. ليه؟ مش بقول كده وخلاص، لا، ده من نابع فعلا الواقع. مهندس الديكور هو معاه صنايعيته، فالصنايعي بيشتغل مع مهندس الديكور، بيطلع من موقع لموقع لموقع. انما حضرتك الصنايعي بيشوفك كعميل، هشطب لك اللي هعمل لك الشغلانه دي، تاسيسه الكهرباء دي، واخد منك مبلغ كذا. لكن مع باشمهندس الديكور هو بيعرف يستلم منه. يعني انا هعرف استلم مثلا دلوقتي من الكهربائي منسوب الارتفاع بتاع علب الكهرباء، اكيد انا مش هعمل كده. بالظبط. زائد كمان حضرتك مش هتبقي عارفه، انت مش معاكي بلان واضح، ممكن تلاقي في الاخر البريزه جايه ورا السرير وما استفدناش بيها، اللي المفروض تكون على الكومود وتكون ارتفاعها 70 سم. أيوة. ليه بقى 70؟ علشان لما اجي استخدمها واحط الشاحن ما يخبطش في القرصه بتاعه الكومود، لان الكومود عند ارتفاعه 50 سم، فلازم تبقى من 70 لحد 80. فدي كلها تفاصيل بتاعه مهندس الديكور. زائد ايه كمان؟ زائد يعني احنا شفنا من فتره، من كام يوم كده او من اسبوع بالكتير، كانت في شقه ولعت، وكانوا صحابها حادثه شهيره جدا صحيح طبعا على السوشيال ميديا، واصحابها كانوا واقفين في البلكونات، يعني كانوا بيحاولوا ينطوا او يعملوا حاجه صحيح. من النار دي. طب ايه المشكله؟ بسبب ايه؟ بسبب عدم توزيع الاحمال بشكل مظبوط جدا. توزيع الاحمال بتاعه الكهرباء. تكييف عندي 5 حصان، ان كان انفرتر او ان كان عادي، مهم جدا السلك بتاعه حتى ان كان معتمد. لازم القدره بتاعه السلك اقل حاجه طبعا يكون السلك ال6 مللي للتكييف ال5 حصان. تمام. اكيد المقاول اللي مش فاهم يعني ايه كهرباء، يعني ايه توزيع احمال، سحب سلك 3 مللي عشان يوفر وعشان يقول للعميل انا جبت لك سعر قليل بدل شركات التشطيب. طب واللي حصل ايه؟ العميل اللي دفع او ممكن التمن يكون العميل فاصل معاه شويه فطلعها من حته تانية مثلا، فبدل ما يجيب لفه سلك 6 مللي، مع ان الاثنين من شركه كبيره ومعتمده في السوق. لكن الفكره بقى في عدم توزيع الاحمال. مطبخ موجود عندي توزيع مثلث الحركه بتاعه، وده مهم جدا، يعني لست البيت تبقى عارفه مثلث الحركه بين الثلاجه وبين الحوض وبين البوتاجاز. مهم جدا، ودي فكر ودراسه مهندس الديكور اللي مدرسين له استشاريين. هي ايه؟ هي ان الحوض ما ينفعش يكون في اي مكان تاني غير انه يكون عند الشباك. صحيح. ما ينفعش البوتاجاز اللي يبقى تحت الشباك. ليه؟ الشباك طبعا هيدخل هواء فهيطفي النار، مفيش استخدام للوظيفه مظبوط. زائد كمان في اتربه ممكن تدخل في الاكل، فده ما ينفعش. وما ينفعش الحوض يبقى جنب البوتاجاز برضه عشان الميه والزيت والحاجات دي كلها. بالظبط جدا. هو بيبقى مثلث الحركه، فبنبقى كمان يعني حضرتك لما قلت انت لما بتشوف الكلاينت وبتكلمه بتساله ازاي، بتساله برضه على الاجهزه بتاعته. أيوة. الميكروويف، الاير فراير، الاجهزه، وبتدخل على لينيا واثنين وثلاثه. ايه اللينيات دي؟ اللي هي الكهرباء، اللاين والنيوترال، الكهرباء، وبيطلعوا لقطع اوتوماتيك. وفي نقطه مهمه جدا جدا في لوحه الكهرباء، لو ما كانتش في بيتك اقلق قولا واحدا، اقلق. هي ايه بقى؟ ال3 قواطع بتوعي. القاطع العمومي بتاعي ان كان 63 امبير او ال 100 امبير على حسب الاجهزه اللي عندي. ودي بيحسبها مهندس الديكور، مش مهندس المدني زي ما قلنا خرسانات، او المقاول اللي مش عارف اي حاجه اصلا، او الكهربائي وعلمه مش زي مهندس ديكور درسوا له استشاريين في القصه دي. صحيح. فما كناش دخلنا هندسه بقى. فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه، في قاطع اسمه الاير سليكج وقاطع اسمه السويتش جارد. الاير سليكج ده بيكون عباره عن ايه؟ انا لو جيت اتكهرب يروح هو فاصل، اللي هو قاطع عدم تسريب التيار. تمام. اللي هو الاير سليكج. السويتش جارد لو عندي التيار جاي من العمومي جاي عالي او جاي واطي بيفصل. تمام. ده بيبقى حفاظا على الاجهزه. ده اصلا احنا كلنا محتاجينه في بيوتنا دلوقتي. يعني فكره اوقات كان بيحصل تخفيف احمال وممكن يحصل في الفتره الجايه بسبب ان درجات الحراره مرتفعه، التكييفات شغاله في كل البيوت، فممكن يحصل حاجه زي كده. فكنا دايما يقولوا لنا لما الكهرباء تقطع شيلوا الفيش بتاعه الثلاجه او بتاعه الحاجات اللي هي ممكن تبوظ، لان الكهرباء ممكن ترجع قويه. ده بينظم حاجه زي كده صح؟ بالظبط. ده بيبقى محطوط في اللوحه وبيتربط على اللوحه كلها. تمام. بيبقى جاي من التيار العمومي، من التيار الصواعد بتاعت العماره نفسها، بيدخل على حاجه اسمها الويستنج هاوس، ومن الويستنج هاوس للعداد، من العداد للوحه. هو بيبقى دايركت على طول بعد القطع العمومي. تمام. يعني القطع العمومي السويتش جارد، بعديه الاير سليكج. السويتش جارد ده زي ما قلت لحضرتك تيار جه عالي جه واطي مش هيحرق الاجهزه نهائي خالص. في شويه تفاصيل عماله تتقال اهو، واحنا عمالين ناخدها واحده واحده منك، وانت يعني بصراحه يعني تدينا معلومات دايما كلها مهمه وكلها جميله يعني. ربنا يخلي حضرتك. يبقى كده ال3 حاجات بتوع الكهرباء.
انا اعتقد ان انا مثلا لو انا عميل عادي جاي استلم من كهربائي اكيد مش هاخد بالي، يعني مش هاخد بالي من حاجه زي كده، مش هاخد بالي من المسافات الفيشه اللي هتبقى موجوده ورا السرير. ومش بس ده، طب دي سهله ان انا الفيشه مثلا كذا او كذا، ده في حاجات بتبقى جوه المفاتيح نفسها بتاعه الكهرباء او جوه لوحه المفاتيح. انا ككلاينت عادي مش هقدر اعرف دي صح ولا غلط. دي حقيقه فعلا. يعني زي ما حضرتك لسه قايله دلوقتي على التوزيعه بتاعه الكهربائي، دي تخص مهندس الديكور. انا جايب مهندس ديكور ليه؟ علشان طبعا يبتدي يوفر لي في الخامات بتاعته ويستخدمها مظبوط، في نفس الوقت يبقى معاه دولاب صنايعيه شاطرين كفاءه على اعلى مستوى، لان دي واجهته. هو الباشمهندس طبعا هو مش هيمسك مسطرين ويشتغل، صح. لكن هيعرف يستلم، مش هيجي يثبت علبه. وفي نقطه مهمه جدا في تثبيت العلب دي، الصنايعيه اللي ما عندهاش ضمير بتيجي عشان تخلص الشغل بسرعه، فتاخد بدل ما الشغلانه تاخد معاه 5 ايام تاخد 3 ايام، يجي يثبت علبه الكهرباء اللي هي العلبه الصغيره دي، بيشعر عليها حاجه اسمها جبس عشان المونه تنشف بسرعه. تمام. عشان يخلص الشغل بسرعه. طبعا بعد ما حضرتك بتقعدي في الشقه بعدها بشهرين 3 تلاقي في تنميلات حصلت. طبعا. ده بسبب ايه؟ ده طبعا مش بسبب النقاش، سبب كهربائي ما عندوش ضمير. تمام. فدي التفاصيل دي كلها، الحاجات الصغيره دي ما حدش يعرفها غير مهندس. يعرفها مهندس ديكور ايده في الشغلانه زي ما بيقولوا، مش عميل او حد عنده شقه وقال انا هشطب لوحدي. لا وتعالى اوقات كتير بنروح نجيب سيراميك ما اعرفش البلاطه إيه قد ايه وعليها رسمه ايه، وتبقى البلاطه بتتركب بتسلم بلاطه تانية ونعمل شكل جمالي، ونروح نجيب حد بتاع سيراميك ولا هو فاهم، بيركب البلاط وخلاص، وممكن يعمل القطعه بعيده عن القطعه التانية، وتلاقي الحمام بعد ما انت دفعت او الارضيه بعد ما دفعت فيها فلوس كتير وكنت متخيل انك هتلاقي الشكل بحاجه معينه، تلاقي كل الفلوس راحت على الارض وبقى المنظر صعب جدا. هو كله بيلزق وبيركب بلاط، لكن الفكره بان مهندس ديكور يبقى واقف، لان انت بتعمل لوحه فنيه. امال ليه اسمه مهندس ديكور؟ أيوة. فنان برنس بيقعد يفنن عشان يطلع شغلانه حلوه. البلاط كله بيركبه، لكن في حاجه اسمها توزيع الغلايق. ابتدي سليم منين؟ انهي منين؟ اخد الغلاقه فين؟ الغلايق طبيعي احنا لما بنيجي ناخدها ورا الفرش عشان ما بتبقاش باينه. ولو الشقه اصلا على الطوب الاحمر، فالباشمهندس بيبتدي يعمل حاجه في المحاره، ودي مهمه جدا، اسمها تأكيس وتربيع. يعني ايه تأكيس وتربيع؟ يعني الحيطه من قدام، الغرفه من قدام 4 متر، من ورا 4 متر و5، يبقى في فرق 5 سم على ما فيش. المحاره بقى بتعمل ايه؟ بتروح ظابطه لي القصه دي. طب لو صنايعي المحار ما ظبطهاش وباشمهندس مش فاهم حاجه وعداها، هاجي اعمل البلاط هعمله ازاي؟ مركب البلاط كله سليم، هيجي من قدام 5 سم يجي على ما فيش، دي اسمها سمكه. يبقى ده المفتاح بتاع بوظان الارضيه بعد كده. فدي نقطه برضه مهمه جدا. في الجبسون بورد بيبقى فيه برضه سمكه، لكن بتتدرى في النقاشه، لكن الفكره في الارضيه. فدي مهمه جدا برضه. حاجات طبعا مهمه وتفاصيل مهمه، واعتقد ان احنا محتاجين فيها حلقات وحلقات، يعني مش بس تبقى حاجه سريعه كده، لكن في عجاله كده وبسرعه جدا، ازاي اوازن ما بين شركه التشطيبات اللي انا هتعامل معاها وبين امكانياتي الماديه عشان ما يكونش فيه تكلفه باهظه على العميل. حلو جدا. حضرتك كعميل عندك شقه، لو على المحاره اضرب سعر المساحه الصافي، لان طبعا بيبقى مكتوب في العقد مثلا 240 متر، الصافي بتاعها بيبقى 190 متر. تمام. اهم حاجه الصافي بقى. اضرب الصافي ده في 8000 جنيه، في 7000 جنيه على الاقل، هتبقى عارف الرينج كام. رينج بسيط. ال 7000 جنيه ايه دي؟ بتاعت ايه؟ في المتر بتقول لك ان انت لو هتبتدي تعمل نقاشه، تاسيس GLC مثلا، تشطيب جوتن، هتستخدم اسلاك معتمده، هتستخدم السباكه شركه معتمده، وهتعزل، هتعمل تكييفات، كل الحاجات دي كلها موجوده. يعني اجيب سعر امتار الشقه الصافي واضربها في 7 أو في 8، ده هيديني التكلفه اللي تقريبا هبقى هدفعها لشركه التشطيبات. يعني خلينا نقول لو هنبدا بالاقتصادي خالص، اللي هو بالحاجات الاقتصاديه خالص، من 4000 لحد 10000 او 15000 لو عاوز تعمل رخام مثلا. فالفرق في الاسعار دي كلها هي الجوده بتاعه التشطيب. تمام. اقتصادي، VIP، الترا، سوبر لوكس كده يعني. الحقيقه بنشكرك على وجودك معانا النهارده، وعلى المعلومات الجميله والشرح البسيط السهل اللي اعتقد ان كتير مننا كنا محتاجين نعرفه ونعرف عنه اكتر. بنشكرك. كان معانا النهارده مهندس الديكور مهندس أبانوب مجدي. بعد الفاصل هيكون معانا فقره مميزه جدا، خلونا نروح لفاصل صغير ونرجع لكم على طول.